السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، من المركز الوطني أحييكم وأبدأ معكم نشرة جوية. من المتوقع خلال هذه الساعات أن يصل المنخفض الجوي أو الجبهة الهوائية الباردة على المنطقة الغربية، مصحوبة برياح نشطة باردة، وأيضا سحب قد تسبب في بعض الأمطار المتفرقة والمحدودة أيضا. إذا ستكون التوقعات بإذن الله تعالى، ودعونا نبدأها بالمناطق الشمالية الغربية الممتدة من راس جدير حتى سرت. تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر هذه الليلة وصباح الغد، قد تصحبها بعض الأمطار المتفرقة. انخفاض واضح في درجات الحرارة على هذه المنطقة بسبب الرياح الغربية الشمالية الغربية، والتي بدورها ستعمل على انخفاض في درجات الحرارة، وتكون مناطق الجبل أكثر انخفاضا إذ تقترب من الصفر إن لم تصل للصفر المئوي. بعد أن تحسنت هذه الوضعية، أو بعد أن طرأ بعد أن كنا نتوقع انخفاض حاد في درجات الحرارة، طرأ اعتدال أو تباعد للمنخفض الجوي. هذا بدوره سيؤدي إلى أن تكون درجات الحرارة أو أن تنخفض، ولكن ليس انخفاض حاد على هذه المنطقة، أي المنطقة الغربية. مناطق الجنوب أيضا ستتأثر بهذا المنخفض، الجنوب الغربي تحديدا. هذا المنخفض سيؤثر بهواء بارد على هذه المنطقة، ما يجعل درجات الحرارة وخاصة ليلا منخفضة بشكل واضح، وقد تقترب أيضا من الصفر إن لم تسجل الصفر المئوي. مناطق الشرق الليبي ستكون خلال يوم غد الجمعة بإذن الله تعالى أيضا هناك احتمالية لظهور سحب على مناطق الجبل الأخضر، قد تصحبها بعض الأمطار المتفرقة، وإن كانت الاحتمالية ضعيفة بعض الشيء. درجات الحرارة خلال يوم غد ستميل إلى انخفاض بداية من مساء يوم الغد، وتكون أكثر انخفاضا يوم السبت القادم بإذن الله تعالى على هذه المنطقة. كذلك هو الحال في الجنوب الشرقي. إذن المنخفض الجوي متعمق في طبقات الجو العليا، لكن ابتعاده عن المنطقة الغربية والمنطقة الشمالية بصفة عامة كان له دور سلبي في أن تكون الأمطار أو أن تشمل الأمطار بشكل واضح كل المناطق. هناك أمطار متفرقة ومحدودة جدا بإذن الله خلال اليومين القادمين، كل ذلك بمشيئة الله وعلمه. أما النشرة الخاصة بالصيد البحري، فيتأثر البحر بشكل واضح على هذه المنطقة الشمالية. المنخفض موجود في قبالة الساحل الليبي على البحر المتوسط، تمركزه في مناطق إيطاليا، يمتد على كل البحر المتوسط، ما يجعل الرياح نشطة إلى قوية. لذلك الموج سيرتفع إلى أكثر من 3 أمتار في العديد من المناطق الساحلية الغربية الشرقية أيضا خلال من مساء يوم الغد. إذن الرياح نشطة، وأيضا ستكون درجات الحرارة أو درجة حرارة سطح البحر تصل إلى 15 درجة. إذن سيكون البحر قليل اضطراب إلى مضطرب على كافة السواحل الليبية، كل ذلك بمشيئة الله، سواء كان الغربية منها أو الشرقية. إذن الأجواء ستكون باردة ورياح نشطة مثيرة للأتربة في بعض المناطق وخاصة الرملية. نشرتنا وقد تكاملت. إلى اللقاء.